إذا ذهبت إلى الجيم ومارست التمارين وعدت ونظرت في المرآة فلن ترى شيئا، وإذا ذهبت إلى الجيم في اليوم التالي وعدت ونظرت في المرآة ستظل ترى نفس الشيء، لا شيء. إذا من الواضح أنه لا توجد نتائج ولا يمكن قياسها ولا بد أنها غير فعالة، لذلك توقفنا. أو إذا كنت تؤمن fundamentally أن هذا هو المسار الصحيح وتلتزم به، تكرس نفسك للنظام والتمرين. لكن إذا استمريت في ذلك بشكل منتظم، لست متأكدا بالضبط أي يوم، لكني أعرف أنك تبدأ في الحصول على لياقة. إذا ضربت شجرة بلوط 1000 مرة في 1000 مكان مختلف ماذا سيحدث؟ لا شيء على الإطلاق. لكن إذا ضربت شجرة بلوط 1000 مرة في نفس المكان بالضبط، تعرف ماذا سيحدث؟ ستكسرها. إهدى، ستقوم بالمستحيل. الناس بيضعون أهدافا وأحلاما وتطلعات وما يريدون تحقيقه، لكن نادرا ما تسمع الناس يقولون ما هم على استعداد للتضحية به من أجل تحقيق ذلك. سيخبروك عن الهدف، الحلم، الطموح، سيقولون لك إنهم يريدون أن يكونوا عظماء، لكنهم لن يقولوا سوف أتوقف عن الخروج يوم الجمعة، ما يقولوا أنا تضحية، بس أبقى متأخر، ما أصادق أشخاصا لا يستيقظون إلا عندما يكون عندهم شيء يحفزهم. هذا ليس شخص أريد أن أقضي معه وقتي، أريد قضاء الوقت مع شخص ما. لا يهمني الظروف، لا يهمني الموقف، تحمله على ظهرك وتقول انظر. لا، هل تسمعني؟ كان لدي كلب، لازم أصفي عقلي من بعض الأشياء، لكن لما أروح هناك لازم أعمل اللي لازم أعمله. ليه؟ لأن النجاح مش فشل، هو عقلية. عليك الالتزام بأن تصبح أفضل، عليك أن تلتزم بأن تكون شخصا عمليا، عليك أن تلتزم بأن تكون شخصا لا يتحدث فقط بل يواصل الطريق، عليك أن تخطط مسبقا، وعند التخطيط مسبقا عليك أن تصنع حياة في ذهنك، وهذا أمر رائع جدا. حتى لو ما حققتش الهدف هتكون أفضل من الباقيين. مشكلتك إنك تبدأ شيء وبتوقفه، تبدأ شيء وبتوقفه، تشعر بشعور جيد فتعمله، ما تشعر بشعور جيد فبتتوقف. توقف عن فعل الأشياء في يناير التي تعرف أنك لن تفعلها في مارس. كل ما أقوله هو مهما فعلت كن دقيقا واتبع الاستمرارية. الناس اللي بينعلوا الأشياء باستمرار وفي الوقت المحدد يتفوقون على الأشخاص الموهوبين والموهوبين. أحيانا ليس الأمر متعلق بكونك الأكثر موهبة، أحيانا ليس الأمر متعلق بكونك الأذكى، أحيانا يتعلق الأمر بالاستمرارية. الاستمرارية، بس تفضل تعملها وتعملها وتعملها وما توقفش وما تستسلمش ولا تستقيل وكمل. تقوم بفعل ذلك يوما بعد يوم، لاعبا بعد لاعب، ثانية بعد ثانية. يجب أن تعمل كل يوم، وكان شخصا يعمل 24 ساعة في اليوم ليأخذها منك. عدم العمل على التحسن بشكل يومي. إذا كنت لا تسعى لتحقيق إمكاناتك الحقيقية فأنت تخسر، إما أن تتحسن أو تسوء. الناس اللي يفعلون بك هيسبقونك. كل ما استرحت واعتقدت أنك الأعظم واعتقدت أنك وتعتقد أنك الأفضل فيما تفعله، هناك شخص على بعد بوصة واحدة منك يصبح إذا أفضل فعلت منك. هذا في الصباح عند الظهر وفي الليل هذا سيحدث. الطريقة الوحيدة لعدم حدوثه هي أنك ما تركز عليه ولا تعطيه طاقة. لذا حتى لو كنت أفضل مني لا يهم إذا كنت أنشر الطاقة في العالم، العالم سيتعامل معي كما هو يا سيدي، لا يمكن أن لا يحدث. الطريقة الوحيدة أني لن الأفضل فوق الكل. تتصرفون وكأن النجاح شيء تافه، لم يكن أظهر. هذا يعني أني أحضر في كل مرة، في كل مرة، يعني في كل مرة أجيء فيها، إما أن أفوز ب 120% وإلا فلا يهمني لماذا. وحاول أن أكون الأفضل كل يوم عندما تستيقظ. إذا كنت ستملك الطاقة وإذا كنت ستملك العزيمة كل يوم، لما تصحى لازم تبدأ برؤية واضحة. الناس بيشوفونا إحنا الناجحين كأننا خارقين، إحنا مش كده، أشخاص مثلكم. الفارق الوحيد أننا نستيقظ بوضوح، نستيقظ ونعرف بالضبط ما نريد، نستيقظ ونحن نعرف تماما ما هو هدفنا. أما تفهم ما تسعى إليه، وعندما تعرف ما هي نتائجك، وعندما تعرف ما ترغب فيه، هتستيقظ كل صباح وتذهب لتحقيق. إذا ما مستعد للقيام ذلك كل يوم، نتمكن نتفوق على الشخص اللي بيفعله كل يوم. أنا لست الأفضل، لكن لم يتفوق علي أحد. أنا لست الأفضل، أنا وحش. الوحش الحقيقي هو اللي رجليه تعبانة، الوحش الحقيقي هو اللي بيكون مرهق، الوحش الحقيقي يلاقي طريقة يطلع طاقة لما الكل خلاص